مرحبا معكم نصار لبنيس كيتشن. اليوم راح أعمل كريم تشيز. قبل ما بلش ما تنسوا إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات ليصلكم كل شي جديد. بحتاج لدعمكم كتير. يلا ما بدي طول عليكم، خلونا نبلش. حطيت 3 لتر من الحليب وحطيته على حرارة وسط. أول ما شفت البخار طلع بوطي الحرارة على الأخير وبضيف ربع كوب من الخل الأبيض. رح حركن شوي. هون رح تلاحظوا عم بيبلش يفصل الحليب، رح اتركه تيصير لون المي شفاف. وهلأ رح صفيهم. هيك القشطة صارت جاهزة عندي للخطوة التانية. منزلة فيديو سابق بتحضيرها مفصلة، بحطلكن اللينك تحت بصندوق الوصف. رح احتاج معلقتين طعام من الزبدة تكون طيبة والقشطة بعدها فاترة. ممكن تستبدلوا الزبدة بالزيت، بس الزبدة طبعا بتعطي طعمة أطيب. القشطة بعدها فاترة ومرطبة، ما خليتها تفقد كتير من المي، هيك بدي إياها. ورشيتلها رشة ملح، تركتها بالفود بروسيسر صارت ناعمة ما شاء الله، ملمسها كريمي ونكهتها كتير طيبة، سهلة وسريعة واقتصادية. طلع معي مرتبين 370 جرام. وهيك صار عندي أطيب كريم تشيز لجميع الاستعمالات. سر تميزي لمسة إيدي. انتو شو سركن؟ خبروني بالكومنتس تحت.